أن امرأة أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تريد الطلاق من زوجها، وقالت: يا رسول الله، إني لا أجد على رفاعة في خلق ولا في دين إلا أنني أكره الكفر في الإسلام. بمعنى أن هذه المرأة بدأت تكره زوجها لا لأجل أن أخلاقه سيئة أو أن دينه فيه خلل من وقوع في معاصٍ ونحو ذلك، وإنما كره وقع في قلبها لدرجة أنها تكرهه كما تكره الكفر. وقيل في سبب ذلك أنها رأت زوجها يمشي بين رجلين في الطريق، وإذا كلاهما أجمل منه منظرا وأبهى منه خلقة وأحسن منه مرأة، فقالت في نفسها: يعني أنا الآن مع هذا الزوج الذي بهذا الوصف، والرجال سواه كثير فيهم من الحسن والجمال والبهاء ما فيهم، أنا ما الذي يجلسني مع هذا الزوج؟ وظنت المرأة أنها إذا طلقها أن أحسن الرجال وأجملهم سيتسابقون لخطبتها والزواج منها. فجاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، أنا أطلب الطلاق، أنا لا أستطيع أن أبقى معه، أنا لا أنتقد عليه في خلقه ولا في دينه، لكن لا أستطيع أن أبقى معه أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: أتردين عليه حديقته؟ الرجل أعطاها بستانا مهرا للزواج، فقال عليه الصلاة والسلام: ترجعين المهر إليه؟ أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت، قال عليه الصلاة والسلام: خذ الحديقة وطلقها تطليقه، فطلقها. ثم إنها خرجت من عدتها فتزوجت، فلما تزوجت كأنها لم تجد مع زوجها الجديد من أمر الفراش كما كان مع زوجها الأول الذي طلبت الطلاق منه، فعافت الزوج الجديد واشتاقت العودة إلى الأول، وأقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي، وطرقت الباب وفتحت لها عائشة، ودخلت هي على عائشة رضي الله عنها وأخذت تقول: فلان فيه كذا وفيه كذا، تعني الزوج الجديد. ثم أخرجت لها، حسرت ثوبها عن ذراعها وإذا فيه أثر ضرب ولون أخضر، وقالت: انظري هذا اللون من جراء ضربه لي. ولبثت عند عائشة حتى أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ودخل البيت، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما تجد نساء المؤمنين من أزواجهن؟ قال: وما تجد؟ قالت: يا رسول الله، هذه فلانة